تخيل معايا تخرج تحتفل بعيد ميلاد والليله كتحول لكابوس خلال بس 10 دقائق. هاد البنت العمر ديالها 18 عام، وفي داك النهار يلا كانت كتحتفل بعيد ميلادها 18. قررت تفرح براسها ومشات لنادي ليلي في بريطانيا. ملي كيوصلوا ل 18 عام عند بالهم كيبغيو يديروا داكشي اللي حنا كنشوفوه لا ما يمكنش، هما يلا كيبداو فيه. وفجاه جا عندها واحد الراجل غريب بدا كيهضر معاها بحال باغي يتعرف عليها. عطاها تشرب واحد المشروب وقال لها شوفي راه ما فيش كحول بزاف غير شويه، وقال لها وايضا باش نحتفلوا بعيد ميلاد ديالك 18. البنت ما داتهاش واش داك المشروب فيه شي حاجه ولا ما فيه والو، تاقت فيه واخا انك تعرفوا اول مره ولا فايتها عارفاه حتى واحد ما عارف هاد القضيه بالضبط. والناس اللي كانوا جالسين حداها كانوا تيقولوا بان خداتها وشكراته، يعني كتبان بحال ما عمرها ما عرفاتو. شربات داك المشروب بعد 10 ديال الدقائق بدات كتحس بواحد الدوخه اللي هي قويه، والجسم ديالها ولا ما بقاش غادي معاها، يعني كتحس براسها في واحد الجسم اللي ما كيتحركش. وفجاه فقدت السيطره على نفسها كامل. هزوها داوها للسبيطار. هنا عائلتها غادي تكتشف الشيء الصادم. المشروب كيحتوي على جوج ديال المواد اللي هي خطيره، وحده منهم كتسبب شلل ديال الحركه الدائم، والثانيه كتخلي كل 5 دقائق كتجيك الدوخه، وماشي غير الدوخه كتفقد حتى الوعي. والسبب لحد الان حتى واحد ما عارف شكون داك الراجل ولا شكون هو ولا فين عرفاتو، ما فهمتش. اكيد غيعرفوا من الكاميرات وداكشي. المهم هادشي باقي جديد. البنت الحاله ديالتها الا شفتوها راه هي هادي، راه غتبقى فيكم واحد الحاله اللي ما يمكنش شحال صعيبه وشحال مؤثره. وهي الصراحه اللي جابتها لراسها. جدك اختي تمشي لشي بار ولا جدك هي عند بالها بغات غتفرح بعيد ميلادها وداك الشيء، دير زعما شي حاجه سبيسيال في داك النهار، مشيت تحتفل اختي مع عائلتك ولا هذا، علاش غادا لديك البلاصه؟ الصراحه الاقدار ديال الناس كديهم لشي حوايج اللي هي سبحان الله في ديك البلاصه فين غتنهالها حياتها. يعني راه ملي كتكون عايش ما كتحرك ما حتى شي حاجه، يعني راه عايش بحال ما عايش الصراحه. ويلا باقا صغيره ويلا غتبدا حياتها، الله يشافيها وصافي.